فتتحقق النبوءة مع شاعر هذا المساء المضمخ بالوجد والحنين والثورة. وإذا كانت القصيدة لا تولد إلا من رحم إحساس متوهج، فهي بلا شك وجدت تضلتها لديه، كيف لا وهو من الذين لا يتنفسون من رئتهم بقدر ما يتنفسون من وجدانهم وعاطفتهم. وهي سمة الشعراء المنسوجين من عطر مختلف، حيث تفيض قرائحهم بالإبداع والتميز. وكي لا نطيل كلامنا فسحا بالمجال لكلامه وكلام قلمه، نرحب به فارسا من فرسان الكلمة، وشاعرا من طينة الكبار، وموهبة شعرية فذة، وتجربة إنسانية تستحق الإضاءة. هو ضيف كلام الأقلام الشاعر السوري العربي ياسر الأطرش. ونعيش ما دمنا نحب، سنحب ما دمنا نعيش، ونعيش ما دمنا نحب. سنظل نكتب فوق أسوار الحياة لنا إلى أيامنا الخضراء درب، ونظل نزرع في حقول اليأس أرجلنا لتنبت تحت أرجلنا مسافات وعشب، ونظل نرسم ضحكة الأطفال حتى يضحك الأطفال، نستجدي العواصم والقرى حتى يصير لكل عاصمة مكان حجارة الطرقات قلب. سنحب ما دمنا نعيش، ونعيش ما دمنا نحب. ونظل نحمل في رحيل البحر أشواق الرجوع إلى المكان، ونظل نحلم باليمام يحط فوق بكائنا الصيفي يتسع القمر. قد تقتل الأشجار، قد تقتل الأشجار، لكن الولادة ممكنة لو من حجر، حتى وإن كان الكلام قوافلا للصمت توغل في الزمان، سيقاتل الموت ومن موت الشعوب يقوم شعب. سنحب ما دمنا نعيش، ونعيش ما دمنا نحب. ما دام صدرك نابضا بالدفء، وجهي لن يموت من أي شيء، من غبار الحلم، من وجع الشوارع، من عذابات الخطى تبنى البيوت، ولقاء أرجلنا على متر بلاد، لكن لون البوح في عينيك منكسر صموت، وأنا أحب دمي. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا أستاذ وسام، أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. أشكرك جدا على هذا التقديم الرائع والكبير الذي يليق بك يا سيدي. بالعكس، كمان يليق بك وطبعا بقامتك الشعرية اللي طبعا تفرض حالة يوما بعد يوم وقصيدة تلو الأخرى. في هذه الحلقة سنعرج على مختلف الجوانب في الحياة، في الشعر، في الثورة، في الوجدان، في الإنسان، في الوجوه، حتى نقرأها جميعا بأسلوب وطريقة قلمك. الفقرة الأولى هي فقرة الحياة، مجموعة من عناوين ورموز الحياة، كيف ينظر إليها ياسر الأطرش كشاعر وكإنسان؟ هذه الحياة المليئة بكل تناقضاتها، بكل ما تحويه، كيف تعيشها؟ كيف تحياها؟ ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. رحم الله محمود درويش. وكم هذه المقولة الرائعة مضمخة بالألم بهذا الشرط الذي وضعه درويش والذي هو حقيقي: إذا ما استطعنا إليها سبيلا. الإنسان دائما
في محاولة هذا السبيل، في تلمس هذه الدروب إلى هذا الطور من الحياة. وما أريد قوله هنا أستاذ وسام، الحياة أطوار، هذا ما أؤمن به. نحن الآن في طور الطين، طور الولادة، الوجع، نصرخ، نولد صارخين، نؤلم أمهاتنا ونموت أيضا صارخين ونؤلم من بعدنا. إذن هذا الطور مضمخة بالألم، يعني هذا الطور هو طور الألم. نحن ما بين صرختين في هذا العالم، في هذا الطور الطيني الذي نحياه، ولكن نحن كنا قبله في طور ما، وسنحيا بعده في أطوار أخرى. أعتقد أن ما قبل الطور الطيني وما بعد الطور الطيني هي الأطوار الحقيقية للحياة، وهي التي فيها الانفلات، وهي التي فيها الحرية بمعناها المطلق وليس بمعناها الجزئي، التي مهما سعينا إليها في هذه الحياة لن تكون إلا نسبية وجزئية. نعم، حلو كتير. ولكن أنت على طريقة كمان تنظر إلى الحياة بشكل آخر، حيث تقول ونحب ما دمنا نعيش ونعيش ما دمنا نحب. ما دمنا نحب. التفاؤل رغم كل ما يحدث حولنا. نحن كما قال سعد الله والنوس الكبير رحمه الله، نحن محكومون بالأمل، نحن محكومون بالأمل تماما، وإلا لما استطعنا التواصل مع هذه الحياة. لكن أيضا أقول لك سيدي، ومما قلته وأقوله الآن للإنسان العربي الذي يعاني ما يعاني ويكابد ما يكابد، عن الحياة أيضا مفصل صغير. ماذا الحياة إذا أذل كرامها وتسامقت فوق السماء الأقزام؟ اليوم الحياة ليست متاحة للجميع تحت سقف واحد. يعني ما في عدالة؟ العدالة في السماء يا سيدي. نعم. العدالة عند الله. أما على هذه الأرض نحن نرجوها أن تكون حتى لو نسبية. نعم. لكن الآن ما يحصل فعلا بأن الكرامة تضمحل لمصلحة الطحالب التي تنمو وتتغذى وتكبر على أجسادنا. أنت بطبيعة الحال لست فقط كشاعر وإنما كإنسان متمرد وثائر، وتقدم نفسك على أنك شاعر سياسي أكثر مما أنك شاعر وجداني وشيء آخر. لماذا؟ وأنت تبدع في شتى ميادين الكلمة الشعرية. يعني هو ربما مقولات النقاد أو المتابعين أو الجمهور هي التي تحيلك إلى هذا المسمى أو ذاك. نعم. أنا شاعر وجداني بامتياز، وأعتقد جازما بأن ما يخلد من الشعر هو الشعر الإنساني. الشعر السياسي ضرورة، مرحلي، وجع، شعر آني، لكن هو آني. نعم. هو آني يا سيدي. لو الآن أردنا أن نقرأ شاعرا قديما مهما كان مبدعا، نعم، نقرأ شعره السياسي، ولكن ما يخلد هو شعره الوجداني. نعم. وأنا الآن سأعقد لك مقارنة حول شخصية أستاذ وسام هي من أكثر الشخصيات السياسية نعم. شعريا على مستوى الساحة العربية. نعم. وأيضا سأقول لك بأن المشروع السياسي كان آنيا، وما خلد منه هو ما لم يطلع عليه الجمهور. نعم. معظم الجمهور، وهو شعره الوجداني والإنساني الموغل في الروعة. نعم. مظفر النواب. نعم، صحيح. مظفر النواب شاعر سياسي بامتياز. نعم. ولا يكاد الجمهور العربي يعرف عنه إلا أنه شاعر سياسي. نعم. وخاصة في قصيدة القدس. نعم. ولكن برأيك مع مرور الوقت والزمن، عندما مثلا يعني تنتفي الحاجة إلى فاعلية هذه القصائد السياسية، سيظهر الوجه الوجداني لشعره؟ هو ظهر. يعني الآن أنت عندما تقرأ وجدانيات مظفر النواب التي هي مغيبة حقيقة، نعم. له شيء اسمه رباعيات. نعم. اقرأه فتذوق في عالم الوجد وفي عالم الصوفية وفي عالم التوحد.
يحيلك إلى شعر حقيقي. فيما بعد مع مرور الزمن والسنوات سيضمحل لأن القضية السياسية التي تطرق إليها ستصبح من الماضي، ولكن قضية الإنسان بكونه إنسانا هي قضية. ولكن برأيك ما في قصائد سياسية قد تكون خالدة؟ يعني على منوال إذا ما اعتبرناها قصيدة سياسية قصيدة أبو القاسم الشاب بإرادة الحياة. طيب يا سيدي، هذه القصيدة كان لها بعض الحضور، كان لها بعض الحضور، ولكن متى طغت تماما على الساحة في ظل ظرف سياسي استعدناها. فهي إذا مخبأة في درج من دروج الذاكرة استرجعناها في ظرف سياسي. يعني استنهاضة فقط في الحاجة. بعد هذا الظرف السياسي ستعود معززة مكرمة إلى درج في الذاكرة، وأرجو أن لا تحتاج الأجيال القادمة إلى سحب هذا الدرج مرة قادمة مرة أخرى. فإذا الشعر الوجداني هو الذي يخلد. الآن التجربة الأوروبية أو الشرق آسيوية في الشعر، تجد الشاعر يحاكي سمكة، يحاكي زهرة، يحاكي كوب الماء هذا، يحاكيه بعمقه، بأهميته في حضوره الإنساني والوجداني. هو ليس شيئا مكمل. كما قال ممدوح عدوان رحمه الله: لا بد من التفاصيل، والحياة هي مجموعة من التفاصيل. نحن ما زلنا في المجتمع العربي للأسف، وطبعا نحن معذورون وظروفنا السياسية هي التي تضطرنا إلى هذا، ما زلنا نعيش تحت عناوين عريضة وقضايا كبرى. أتمنى أن نخلص من هذه القضايا الكبرى وأن نلتفت إلى إنسانيتنا بدقائقها الصغيرة جدا. إذا من الطور الطيني كما أسميته، ماذا ستسمعنا وماذا سنختار من جملة القصائد الموجودة معنا في هذه الحلقة؟ سأفتتح ولك الخيال. سأفتتح بأيلولية. بما أننا على مشارف أيلول، هذا الشهر الذي له في حضور المبدعين والشعراء الكثير، وكأنه شهرهم، وشهر الشعراء وشهر المبدعين وشهر الرومانسيين أيضا، ليس فقط من الشعراء. شهر تساقط الأوراق، ولكن هذه الأوراق تتساقط لكي تمنح الفرح. وتخطرني الآن شيء يستدعي شيء، هذه الأوراق التي سقطت دائما ويوما ما على أرصفة دمشق العتيقة فتكدست، فمر طفل يضربها بقدمه ويغني على لسان سليمان العيسى: أوراق تطفر في الدرب والغيمة شقراء الهدب. وهذه العبارة والغيمة شقراء الهدب من الصور البلاغية المعجزة في الشعر العربي الحديث. معجم الحسرات. للواقفين على شفا أيلول ينتظرون غيما ما وتائهة رثاء، للساجدين على قطوف الليل يستجدون ساقية السماء شرودهم، وغواية تتلى ورعشتهم رداء، للجاعلين حياتهم رقما جليدا: أي فلك سوف يحملكم إذا هطل البكاء. صور تسافر في ضلالتها، وحربك أيها الإنسان لن تكفي ولن يكفي لينقذك الدعاء. حدان بينهما المسافة عمرك المزعوم، تبان المجاهل معجم الحسرات، بينهما هباء. لا الشمس تتعبنا ولا تكفي الظلال لنستريح، عمر جريح والناس كل الناس مزقة قشة في ليل ريح، والحب ميناء إذا جنحوا له والحب ماء. القصيدة طويلة أكتفي بهذا القدر. جميل، جميل جدا. مجموعة من العناوين بدي منك تعريفات بقلمك لها وبشكل موجز لو سمحت، للانتقال إلى الفقرة الثانية: الحنين